السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. ايه رأيكم بقى في شوية المعمر دول؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا المعمر عامل ازاي، سايح كده ونايح في السمنة البلدي والقشطة واللبن، يعني واحدة من واحدة، ولسه نازل طازة من على النار، لسه خارج من الفرن حالا. هو الطاجن صغنون بس يعني بسم الله ما شاء الله مليان خير. زي ما انتوا شايفين، ورزاية من رزاية، مش معجن ولا ناقصه اي حاجة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ كده بسم الله، على بركة الله. المكونات بتاعتنا: انا معايا هنا الطاجن، هنزل كده بنص معلقة سمنة. السمنة اللي هنستخدمها في الوصفة كلها بلدي. انا دهنت كده الطاجن قطعة كده من السمن البلدي. الرز المعمر بيحب السمنة البلدي وبيحب القشطة، فانا يعني بحب اكتر السمنة البلدي. وبعدين علشان بس يبقى كده برضو خفيف مش تقيل قوي، احنا مش هنكتر من القشطة. يعني انا عن نفسي مش هكتر من القشطة، فانتي كتري براحتك يعني. انا معايا هنا كوباية رز كبيرة مغسولة ومتصفية كويس، نزلت بيها كده جوه الطاجن. لازم الرز يكون مغسول ومتصفي كويس، بس ما تنقعهوش، انا ما بنقعوش. ومعايا هنا معلقه سمنه بلدي، هاخدها كده واحطها على الرز. وهنمسك بقى الرز كده ونفركهم في بعض كده، بحيث كل الرز يتغلغل كده بالسمنه زي ما انتوا شايفين. بص كده، احنا عاوزين كل الرز يبقى كده ايه، مفلفل بالسمنه البلدي بتاعتنا. ونصيحة: بلاش ننقع الرز بتاع المعمر عشان ما يعجنش منك. يعني انا غسلته وصفيته، وعشان كده طالع حباية من حباية. في ناس تبص تلاقي الطاجن كده معجن، بيسيبوه يتنقع في اللبن، فده لا مش صحيح. ومعايا هنا علبة زبادي، اخدت نصها وحطيته كده على الرز زي ما انتوا شايفين. يبقى انا اخدت معلقتين سمنة بلدي كبار، نزلت بيهم على الرز، وكمان نص معلقة نص كوباية زبادي. وطبعا فركتهم كده ببعض لحد ما تشربوا كده. وهجيب بقى طبعا هنا معايا معلقة ملح صغيرة. اظبطي الملح بتاعك كده على طريقتك، شوفي انت بتحبي الملح بتاعك ايه، يعني مظبوط. انا حاطه كده معلقه واحده بس من الملح، وكمان معلقه واحده من الزيت. معلقه الزيت دي بتفرق برضو، بتخلي الرز كده مفلفل وجميل. عاوزه اقولك ان يعني بصراحه السمنه البلدي مع الرز المعمر هايله جدا جدا عن الزبده. تمام. وعن القشطه كتير قوي، يعني القشطه نصيحه هي تبقى معلقه كده على الوش، لان هو كان يعني انا عاملاه يعتبر بالسمن البلدي بس والزبادي، وكان دسم قوي قوي قوي، فما بالك من القشطه كتير. طيب هنيجي بقى هنا لمقدار اللبن. كوبايه اللبن ديت هي اللي انا معايره بيها كوبايه الرز اللي انا كنت غسلاه. تمام. كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ونص من اللبن، يعني حطيت كده كوبايتين، ويكون اللبن سخن. اللبن لما نزل سخن بقى فك كده السمنة وفك الزبادي، وبقى ايه زي ما انت شايفة كده واحدة من واحدة. يبقى انا كوباية الرز بحط ضعفها لبن. وكمان هنضيف نص كوباية زيادة. نص كوباية دي جميلة برضو، يعني بتخليه مستوي كده، وتحسيه زي مفلفل زي الرز العادي بتاعنا. تمام. انا بقى بظبط الطاجن بتاعي كده عشان ما يبقاش حته عاليه وحته منخفضه. وجبت بقى كمان هنا معايا معلقه الزبادي اللي كانت الاخيره، انا كنت حاطه نص العلبه. كمان هنزل بالنص التاني كده على وش الرز، واقلبها كده تقليبه برضو صغيره كده. وكان كمان معايا معلقه سمنه صغيره برضو شايلاها على جنب. يبقى احنا اجمالي السمنه البلدي اللي حطيناها 3 معالق كبار. تمام. ودي كمان نص الكوبايه الاخيره اللي انا حطيتها كان عليها كده القشطه اللي طلعت من اللبن، يعني نص الكوبايه ده شامل القشطه. تمام. ودي كمان نص معلقه السمنه اللي فاضت معايا، حطيتها كده على الوش، تقليبه بس خفيفه كده. ونكون طبعا الفرن مسخنينه قبلها
انا الفرن عندي يعني انا مشغلاه قبلها كده بحوالي 10 دقايق عشان يلحق يسخن. خلاص انا كده مش هحتاج حاجه تاني، كده الطاجن بتاعي تمام. هدخله كده الفرن. انا الفرن عندي بيشتغل من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين. انا فتحته من تحت وفتحته من فوق، تقريبا اخد نص ساعة. شغال من تحت نص ساعة، بس انا كنت يعني انا كنت مسخناه قبلها وسبته كده على نار وسط، والشعلة كانت شغالة وسط برضه. فاستوى كده كله في بعضه زي ما انتوا شايفين. طالع بقى شايفين السمنة بتعمل ازاي؟ الفقاقيع الجميلة اللي فوق ديت كان يعني بصراحة طعمه بسم الله ما شاء الله. بس انا اخدته من على الشوايه وهو اللون ده، يعني كنت اقدر اسيبه لحد ما يتحمص قوي، بس انا ما كنتش عاوزه كده. انا عايزه احس كده يعني بطعم السمنه البلدي والقشطه كده اللي على الوش ديت. انا بحب السوا بتاعه كده. انت تقدر تسيبيه تحت الشوايه لحد ما يحمر خالص. بصوا القطعه طالعه عامله ازاي. انا عامله كوبايه رز واحده بس، فعشان كده ما هوش سميك قوي، لان محدش بياكله هنا الا انا بس. فعايزه اقولك ان كان يعني طعمه جميل جدا جدا وغني جدا 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 ومفلفل يعني كمان. مش عارفه الاضاءه يعني لان لونه ابيض فاتح قوي، الاضاءه عاليه قوي، فمش باين الحبايه من الحبايه، بس انا كنت موريها لكم في اول الفيديو. بصوا الطاجن وجماله. يا رب تكون بقى الوصفه كده عجبتكم. متنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.